بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. عايزة اعتذر لكم جدا جدا عن الفيديو اللي نزل بدون صوت. هو انا اصلا يعني بمنتج وبنزل وبعد كده بقى اسجل بقى براحتي علشان خاطر بفضي مساحة وكده. فهو انا اصلا بنزل فنزلت اللي هو بدون صوت، وطبعا ما نزلتش ده. فطبعا رجعنا عملنا الفيديو من اول وجديد علشان اصلا وانا بمسح فمسحت اللي هو كان بدون صوت. اللي هو كان بصوت، امال اللي بدون صوت اللي انا اصلا فكرت اللي انا نزلته. فطبعا بعتذر جدا جدا. عايزه اقول لكم التعليقات عندي واقفه، مش بتبان عندي، مش بتظهر، فيها مشكله وانا مش عارفه احلها بصراحه. فعايزه اودي التليفون في اي سنترون يعملهولي واشوف ايه اللي حاصل. يعني انا مش عارفه التعليقات عندي مش بتظهر ليه. يعني انا مثلا لو دخلت من على اللاب ولا حاجه بشوفكم انتوا كاتبين التعليقات، يعني مش عارفه مش بتظهر عندي، مش بتبان. مش عارفه المشكله دي من ايه بصراحه. خايفه اكون انا مثلا لعبت في الاعدادات بتاعه اليوتيوب وكده، اكون انا بوظت فيها حاجه، بس انا فاكره ان انا ما دخلتش اصلا على الاعدادات، ما بخشش عليها ولا بلعب فيها. فبصراحة مش عارفة المشكلة من ايه، فهحاول ان انا اظبطها وان شاء الله ارد على تعليقاتكم كلها لو بانت عندي. النهاردة معانا تورتاية آه مقاس 18. كانت ما شاء الله. عايزة اقول لكم اصلا الفيديو ده هيبقى فيه تورتيتين. التورتاية دي كانت مثلا هقول لكم العميلة طلبتها مثلا اول الشهر ده، والتورتاية التانية اللي هتبقى بعد التورتاية دي على طول هي طلبتها مني اخر الشهر. يعني انا جمعت لكم التورتيتين بتوع العميلة واحدة بس في فيديو واحد. مش عارفة انتوا فهمتوني ولا لا. على العموم يعني التورتة دي والتورتة اللي بعدها على طول لعميلة واحدة، بس دي كانت في اول الشهر ويعتبر التانية كانت في اخر الشهر. فطبعا انا كنت مصورة وكده فقلت هنزلهم الاتنين في فيديو واحد، فبدل ما انزلهم على فيديوهين وكده نزلته لكم على فيديو واحد. طبعا عايزة اقول لكم الله اكبر عليها، قرفتها جميلة قوي معايا. انا بحب العميلة دي جدا جدا والله. لما بتطلب مني تورت وكده بتبقى قرفتها جميلة جميل. الحاجة بتاعتها الله اكبر اللهم صل على النبي بتخلص معايا في ثانية. عايزه اقول لكم ان هي كانت طلبتها مني الساعه 2 بالليل، قمت اشتغلت فيها سلمتها لها تاني يوم العصر. الله اكبر على الحاجه بتاعتها. بصوا بتبقى معايا تحفه قوي قوي يعني والله. عايزه اقول لكم قرفتها تحفه. طبعا هي طلبت مني التورتيلي بالشوكولاته دي مقاس 18. طبعا انا حشيتها لها زي ما انتوا عارفين لوتس ومربى حليب ومكسرات وظبطتها لها، يعني خلتها الله اكبر زي اي تورته بطلعها واحسن كمان. طبعا هي كانت طالباها كلها شوكولاته. عايزه اقول لكم ان انا ما بشتغلش في السبونج الفانيليا واضيف عليه كاكاو. مش هيديكم النتيجه بتاعه الجاهز. الطعم بتاعه مش بيبقى حلو. عايزه اقول لكم لما انتوا بتشتروا الكيك مثلا اللي هو الشوكولاته ويبقى جاهز وكده بيديكم طعم تحفه تحفه تحفه. وكمان يعني انا بجيب مثلا نص كيلو شوكولاته ب50 او ب60 جنيه، بضيف عليه مثلا هنقول نص كيلو دريم فانيليا، يعني بعادل ده وده. ليه بقى انا بعمل كده؟ لما بجيب الشوكولاته والخبطها على دريم اللي هو فانيليا بيديني طعم تحفه يا بنات. اقسم بالله الطعم بتاعها بيبقى تحفه، بيديني هشاشه وبيديني طبقات ياما وبيديني ارتفاع اللهم صل على النبي. والطعم بتاعه بيبقى احلى بمليون مره، بدل ما انتي تجيبي مثلا بتاع فانيليا وتحطي عليها كاكاو، ما بتبقاش حلو والله. حتى اللون بتاعها مش بيبقى غامق زي الجاهز، ما بيبقاش طعمها حلو زي الجاهز. فما شاء الله الجاهز بيبقى جميل جدا. انا استخدمت قد ايه دقيق اسبونج؟ انا استخدمت هنا 300. ال300 عليهم 3 بيضات، عليهم ربع كوباية مية وحبة ونص معلقة محسن جل. طبعا احنا بنجيب اللي هو القالب اللي هو الكيلو. انا بحفظه ازاي؟ هو انا والله طول الشتا كنت سايباه برا، امال طبعا في الصيف خلاص احنا هندخل البيض التلاجة وهندخل المحسن التلاجة وهنستخدم مية ساقعة علشان خاطر طبعا الجو عندي بقى حر. بصوا مش قادرة اوصف لكم نار. اقسم بالله انا مشغلة المراوح مشغلة التكييف، الجو نار نار عندي.
فطبعا اصلا انا ما بحبش شغل الصيف، انا بحب شغل الشتاء جدا جدا عن شغل الصيف. يعني بحب الشغل بتاع الشتاء ده جامد قوي. اما الصيف يجي عندي وكده ببقى حاسه ان انا عايزه اوقف شغل لغايه اما الشتاء يجي. بس طبعا انا لما بكون مسقعه الحاجه عندي ومظبطاها، فالحاجه الحمد لله بتطلع من عندي كويسه جدا وبتبقى مرتاحه في التلاجة ومظبوطه. استخدمت لها قد ايه كريمه؟ انا استخدمت لها حوالي كوبايه وربع. استخدمت لها كوبايه وربع تجليس وحشو. تمام. وهأكد لكم برضو انا استخدمت قد ايه، علشان بصراحة انا مش فاكرة قوي ان استخدمت قد ايه، ان الفيديو ده بصراحة كان من زمان قوي يعني. انا عايزة اقول لكم في فيديوهات يجي 3 4 فيديوهات بعده. طبعا بقى انا طبعت لها الفراشات في المكتبة في المطبعة. طبعا اللهم صل على النبي جاتلي على طول، يعني انا طبعتها تاني يوم على طول. قصتها وظبطتها وجت على طول استلمتها على طول. عايزة اقول لكم اصلا يعني انا بفنش التورتاية اللي هي التالتة دي والتوك توك واقف لي بره. التورتاية اللي هي التالتة ديت هي اللي كانت طالباها اصلا يعني متأخر قوي قوي. يعني هي كانت طالبة بتاعة الفراشات دي مثلا على العصر كده، وديت المطبعة، وديت الفراشات المطبعة وكده. وجوزي ربنا يبارك فيه يا رب راح جابها لي. هي طبعا المكان بعيد عننا، يعني انا المطبعة اللي انا بطبع فيها ما بيني وما بينها ساعة. فهو طبعا راح جابهم لي وكده. وطبعا انا طلعتها على طول، يعني هي باتت بس في التلاجة وجت استلمتها تاني يوم الظهر، اللي هي فيها الفراشات. التانية برضو كان فيها فراشتين كده بس كانت رقيقة وجميلة قوي. طبعا بقى انا حطيت لها الفراشات كده وحطيت لها 3 شمعات من فوق. هي كانت بعتلي الديزاين وانا ظبطت لها الديزاين بالظبط زي ما هي عايزاه. حطيت لها 3 شمعات من فوق، وحطيت لها اللولي، وحطيت لها اللي هو اللولي البيبي الصغنطوط خالص ده. اللهم صل على النبي كانوا جمال جدا جدا. حتى اصلا عايزه اقول لكم التورتايه من كتر الرقه بتاعتها كانت تحفه، يعني كانت رقيقه وكانت جميله جدا قوي. يعني انا كنت مبسوطه بيها قوي، هي والتورتايه التانية على طول. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم كنت حباهم قوي قوي قوي. كانوا بصوا سهلين معايا ورقاق جدا جدا. التورتيه التانية بقى كانت مقاس 14. انا غبست لها، عايزه اقول لكم غبست لها 300 جرام. تمام. لما غبست لها 300 جرام انا قسمتهم في حلتين، يعني الحلتين اللي هم مقاس 14 قسمت هنا مثلا حوالي 150 وهنا 150. اللهم صل على النبي ادوني طبقات كتير جدا، وانا اصلا مش هحتاج غير 5 او 6 طبقات، فاتفضل معايا حوالي 3 طبقات او 4. عايزه اقول لكم ال3 طبقات او ال4 دولت انا هنتهم. واللهم صل على النبي جالي اوردر تاني، جالي اوردر على طول. اشتغلت بيهم، يعني انا اشتغلت بيهم عملت بيهم كيك بوبس. تمام. الفيديو هينزل لكم على طول، هيبقى فيه تورتيتين تحفة قمر قوي قوي، وشغل كب كيك وشغل كيك بوبس. اللهم صل على النبي الفيديو اصلا هينزل لكم بكل تفاصيل بكل حاجة، هيبقى تحفة وهيعجبكم جدا جدا. وفي برضو فيديو تاني عملت فيه عرضين كده، بس عايزة اقول لكم اصلا الحال نايم عندي مفيش شغل خالص، انا قاعدة من غير شغل والله العظيم بقالي فترة طويلة، حوالي بقالي 10 ايام اهوت. عايزة اقول لكم مخنوقة، مش عايزة انزل فيديوهات، مش عايزة امنتج حاجة، مش عايزة اعمل اي حاجة خالص، قاعدة زهقانة ومقريفة ومش عايزة اقوم اعمل اي حاجة. الزهق والملل ماسكني والله العظيم مش راضيين يسيبوني. عايزة اقول لكم ان انا ما كنتش طبعا بكلم سلفتي وكده، هي طبعا جت كلمتني وصلحتني ومش عارف ايه، بقيت برميلها العيال. والله العظيم بقيت برميلها العيال. انا بصوا بتخنق، انا خلاص فيا كمية خنقة رهيبة، يعني ربنا يحوشها عني يا رب الخنقة والزهق دي. ما عدتش حابة ان انا اقعد في البيت، حابة ان انا افضل امشي كده واطلع، وما عدتش عايزة اقعد في البيت نهائي. عايزة اقول لكم والله العظيم من كتر خنقتي جوزي كل يوم ياخدنا بالليل كده يمشينا في البلد شوية ويجيبنا تاني. عايزة اقول لكم مخنوقة مخنوقة بطريقة رهيبة رهيبة. قعدة البيت خلاص مخلياني ملل وزهق، ما عادش عندي شغل. فهو مش الشغل اللي خانقني، لا هو انا في حاجة كده مكرهاني ان انا اعمل عروض، مكرهاني ان انا ما اشتغلش. مش عايزة اشتغل. حتى انا بقول يا رب ما يجيلي اوردرات عشان انا مش عايزة اقوم اشتغلها، مع ان والله العظيم عندي بضاعة لسه شارياها بالاسعار الجديدة. الله المستعان، انا بقيت بجيب كيلو الكريمة اللي هي الريتشي ب 460 جنيه.
فالله المستعان انا جايبة اوردر كبير جدا والله، عايزة اشتغل وعايزة اعمل عروض، بس العروض مش هتساعدني ان انا الم فلوس البضاعة دي تاني، الم فلوس البضاعة دي. في ناس كتير بتنزل تورت ب90 جنيه، تورت ب120 جنيه مقاس 20، وب150 جنيه مقاس 24. انا عايزة اعرف انتوا شغالين كده ازاي يعني؟ الاسعار اللي جت جديدة دي معدتش عليكم؟ هو ربنا يرزقكم يا رب ويوسع عليكم، بس انا عايزة اعرف انتوا بتحسبوا حسبتكم ديت ازاي، بس علشان اعمل زيكم بصراحة. ال الدنيا صعبة اوي والله العظيم، وعندي الناس هنا ميتة، الناس هنا مش عايزة تشتري اي حاجة، اليومين دولت صعبين جدا على حال الناس، انا مش عارفة في ايه بصراحة. الناس عايزة الحاجة الرخيصة، مش عايزين الحاجة غالية. انا طبعا عشان انا غليت سعر التورت اللي انتوا شايفينها دي اللي هي برا العروض دي، فما عادش حد اصلا بيطلبها قد كده، فعلشان حد اصلا يطلب مني تورتاية زي دي كده، عايزة اقول لكم كل شهرين مرة او كل شهر مرة عشان حد يطلب مني تورتاية. الله المستعان، ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ويزيد عننا ويشيل الهم ده ويشيل الحزن من قلبنا يا رب، ويبعد عننا اي شر واي زهق واي خنقة، ويصلح حالنا كده ويهدينا ويحببنا في شغلنا اكتر واكتر، ويحببنا ببيتنا وعيالنا. والله عايزه اقول لكم معدتش مستحمله حتى العيال يعيطوا جنبي، بقيت بوديهم لسلفتي. طبعا هي شايلاهم عني والله، يعني اليومين دولت امبارح واول شايلاهم عني. إيه، طبعا علشان انا بنتي لسه حوالي 8 شهور وابني لسه سنتين ونص، فبينزلوا يقعدوا معاهم تحت وكده، فشايلينهم عني والله بصراحة. أي يعني والله ربنا يصلح حالهم يا رب ويهديهم. الله المستعان من كل اذى ومن كل شر. خلينا في تورتتنا بقى، احنا قلنا اللي هي التورتيه مقاس 14، خبزتلها 300 جرام، ال300 عليهم 3 بيضات، ربع كوباية مية، وعليهم معلقة محسن جل، وطبعا عليهم الفانيليا علشان خاطر الزفارة. إيه، هنا بقى انا استخدمت لها كوبايه الا ربعي من الكريمه. اي كريمه برضو بحط عليها باستري وتشيز كيك ولبن بودر وميه سقعانه. جلستها لها وحطت لها فراشه من هنا وفراشه من هنا، وحطت لها لولي كبير، وحطت لها كوره كده كانت زي الصوره بالظبط اللي هي بعتها لي، كان فيها كوره بلاستيك كده لنفس اللون ونفس الدرجه وكله. ما شاء الله طلعت وعجبتها جدا جدا، اللهم صل على النبي، كانت اصلا التورتتين بتوعها قمر قوي قوي. يلا يا حلوين، الفيديو هيبدأ يخلص، اشوف وشكم على خير، وما تنسونيش في الدعوات بتاعتكم بالله عليكم، محتاجة كل دعوة منكم تطلع من القلب كده، ومع الف سلامة.